خلصنا الاسترالي، تعال بقى نخش على الياباني اللي انا متابعه اكتر من حياتي، اكتر زوج متابعه واكتر زوج اخر فترة خدت منه شوية صفقات ممتازة. عايزك تركز معايا بقى في الكام كلمة اللي هقولها لك ده. انا عندي هنا الاتجاه الساعة سوري الاربع ساعات هابط. سيبك من ان هو صاعد في اخر فترة دي، اكيد الناس كلها عمالة تشتري في المناطق دي، ولكن انا مش مع الشراء خالص. انا بالعكس بدور للبيع لاول تارجت وهو المنطقة دي، لان السعر اصلا هابط، دي اول حاجه. ثانيا، زي ما انتم عارفين اغلبيه شغلي بيبقى بعتمد على السيوله، فانا عندي السيوله دي بنسبه كبيره لازم تتجاب، او على الاقل 50%. فانا حددت 50% وبدات ان انا اشوف التارجت بالنسبه لي. طيب، خدنا احنا صفقه من المنطقه دي، مش عارف اذا كنتوا انتوا فاكرين ولا لا. تقريبا هنا كده، ايوه. في الفير فاليو جاب دي، وكنا فعلا مستهدفين المنطقة دي او الفيرست تارجت بتاع ده، انا فاكر. ولكن السعر نزل، كمل لي الترند لاين ليكويديتي وصعد. وانا بالنسبة لي سبت الصفقة، وللاسف ما قفلتش ارباح ولا اي حاجة. وفي ناس برضو ما قفلتش ارباح. المهم ان السعر طلع وكسر لي المنطقة دي، والسعر اثبت لي ان هو عايز سيولة اكتر. طب عايزين بقى نعوض الصفقة دي، نعوضها ازاي؟ هقول لك انا يا سيدي. انا عندي مفيش منطقة ترد السعر غير الاكستريم اوردر بلوك. تعال نقرب عليه عشان تاخد بالك منه. هو ده، ماشي. السعر عمل ايه؟ حتى ما اداش انتري في المنطقة دي. انا فعلا دخلت هنا صفقة، وكنت وللاسف قفلتها هنا بحيث ان السعر يطلع يصحح شوية ويبدأ ينزل. المهم غلطت، وانا بعتها لكم على التليجرام برضو، قلت لكم غلطة عمري. لان انا 100% المنطقة دي لازم تتجاب، 100% لازم تتجاب. بالنسبة لي انا، يعني ممكن اكون صح او غلط، بس هي مجرد وجهة نظر في الاخر. المهم، عايزين بقى ندور للبيع عشان نقدر نستهدف التارجت ده زي ما قلنا. طب هنستهدفه ازاي؟ هقول لك انا يا سيدي. لو ركزت معايا وجينا فتحنا الساعة، هنلاقي ان انا عندي السعر. اولا اقول لك السعر رد منين. السعر زي ما انا قلت لك عشان يبدأ يصعد بيبدأ واحدة واحدة يجمع لك في السيولة، فبيلاقي اي منطقة يسند عليها عشان حتى يصعد شوية وبعد كده يكمل هبوط. دي مش مشكلتنا. مشكلتنا دلوقتي ان احنا عايزين نعرف نبيع منين. انا عندي في اول قاع اتعمل لي في المنطقة دي السعر وهو نازل، عمل لك سمارت ماني تراب فخ للمتداولين في المنطقة دي، وفعلا بدأ يوهم الناس ان هو ينزل، بس انا شايف ان هو بنسبة كبيرة هيتكسر. ماشي. واتكلمنا برضو ليه سمارت ماني تراب في المنطقة دي، وايه اصلا ايه لازمة السمارت ماني تراب او الاوردر الاس ام تي. تمام. طيب خلينا نلونه كده عشان يبان. عندي ايه بقى مناطق حلوة للبيع؟ انا عندي ده اوردر فلو قوي على الساعة، ممكن السعر يحترمه. وعندي هنا الاوردر بلوك الاكستريم اللي اصلا سبب في كسر المنطقة دي، برضو ده اقوى من ده، ولكن لازم انا ارسم ده انا عشان احط في عين الاعتبار ان السعر ممكن ما يوصلش للمنطقة القوية دي. زي ما قلت لكم قبل كده، او دايما بقول لكم، المنطقة اللي بتبقى واضحة للكل صعب ان السعر يوصل لها او يرد منها. ماشي. عشان كده حددت الايه، الاوردر فلو ده. طب عندنا ايه تاني؟ حددت برضو منطقه هنا، برضو منطقه سترونج 4 ساعات. برضو مش عايز اقول لكم اسبابها لان انا قعدت فعلا زي ما قلت لكم على التليجرام، قعدت كتير او احلل. فانا عندي المنطقه واحد، ممكن لو هنقول ان هو السعر هيرد من هنا بنسبه 100%. مثلا انا بديك مثال برضو وجهه نظر، ممكن اقول هنا 30 وهنا 30 وهنا 40. ليه هنا 40؟ لان انا عندي المنطقه دي زي ما انا قلت لك اوردر فلو قريب من السعر حاليا. وهقول لك ليه السعر محتاج يصعد شويه. هقول لك ليه كمان شويه، لان انا عندي اليورو محتاج يهبط شويه. فهما الاتنين زي ما احنا عارفين بنسبه 70 ل 80% عكس بعض. فعشان كده بقول لك لازم السعر يصعد شويه. طيب، قبل كده شرحت لك برضو حلقه ان السعر وهو بينزل مش عايز، يعني بيبقى صعب يرد من هنا وينزل، مش عايز ياخد حد معاه، فبتلاقيه بيطلع يطلع لك كل الناس اللي هنا ويقوم نازل طالع لك برضو كل الناس اللي هنا، ويكون لنفسه منطقة يسند عليها وبيبدأ يهبط. ماشي لحد كده. طيب، خلينا بس نقف في المنطقة دي بس ونيجي عند اليورو. عايز اوريك حاجة بسيطة قبل ما اكمل لك المنطقة دي، ولا اقول لك خلينا اليورو ده نحلله لوحده عشان ما نطولش في الفيديو. خلينا دلوقتي شغالين على اليو اس دي بس. يعني خلينا نقول دلوقتي ان اليورو محتاج يهبط شوية. فمعنى اليورو محتاج يهبط، فنفس الكلام على الياباني محتاج يصعد شويه. انا عن نفسي هاخد فين؟ انا عن نفسي هاخد انتري من المنطقه دي او بكسر
انا هاخد انتري في كل الاماكن، لان هو السعر برضو مش هيديك انتري كويس وهيضرب لك ستوب، بيبقى صعب شويه. ولكن السعر ممكن يعمل ايه؟ ممكن يرد لك من المنطقه دي طبيعي جدا، وبعد كده يطلع يكسر، ويرد لك برضو المنطقه دي يحترمها، وبعد كده يطلع يكسر. انما تاكد ان السعر مش هينزل ينزل للتارجت غير لما يطلع كل الناس اللي معاه. المهم يعني انا ممكن اقول لك على مفاجاه حلوه، ان شاء الله هدخلكم الصفقه دي على العام. ان شاء الله انا كده كده ما عنديش غير الجروب العام، يعني لو حد جديد بيتفرج، عشان اعوضكم للصفقه اللي انا قلت لكم عليها ايه، اللي هي دي. ماشي يا شباب. طيب كده احنا خلصنا الاسترالي وخلصنا الياباني. الغرض من الفيديو ايه؟ زي ما قلت لكم ان انا مش هقدر ان انا افهمك ساعتين التحليل اللي انا فضلت احللهم في صوره، ابقى بصدمك بصراحه. خاصه ان انا شايف اسبوع جميل فيه فرص جميله زي ما احنا شايفين. التارجت ده يا جدعان، انا هوريكم صفقه. التارجت ده انا لو خدت صفقه من هنا بصراحه مش هقفلها غير مع التارجت ده، لان هي بنسبه كبيره لازم تتجاب. وان شاء الله هفكركم. المهم نخش بعدها على الذهب واليورو.